ايه رأيكم تيجي نعمل صينية بطاطس كده من اللي بتغسل القلب؟ بصوا، صينية البطاطس تقريبا الأكلة المفضلة في كل بيت وكل الناس بتحبها. هنعملها النهاردة بالفراخ كله كده في صينية واحدة ني في ني. هنعمل كمان شوية رز بالشعرية زي العسل. تعالوا بينا على الفيديو ونشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل صينية بطاطس بالفراخ حلوة جدا. المقادير كلها بسيطة بأمر الله والخطوات كمان أبسط. تعالوا كده نشوف. أول حاجة معايا 4 بصلات كده حلوين، يعني متوسطين مش كبار ولا صغيرين قوي، كده بالشكل ده كده. ومعايا كمان فلفل. بصوا، صينيه البطاطس روحها الفلفل الرومي. الفلفل الرومي بيخلي فيها طعم حلو جدا، بغض النظر كمان على الفلفل الحار اللي محتاج. انا بحط في الاخر كده قرنين بيكونوا صحاح كده زي ما هم، علشان يعني لو في اطفال او كده هتاكل. يبقى انا اول حاجه كده حطيت 4 بصلات، وحطيت كمان فلفل رومي قد ما تحبي. يعني انا حطيت لان اللي عندي صغير جدا، فمش مش هقول لك عدد معين. ومعايا كده كمان يعني 5 6 فصوص توم كده. وهضرب كل الكلام ده كده مع بعضه الاول. تمام. مع فلفل اسود وشويه ملح صغيرين جدا. هضرب الاول كل ده مع بعض. فرمتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ناعم. هاخد منهم بس شويه، معلقتين مثلا كده على جنب. خدت كده منهم معلقتين على جنب في الصينيه. وهبدأ بعد كده اقطع فوق البصل ده الطماطم. نقطع كده الطماطم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايله الجزء اللي فوق ده، عشان الجزء ده يا جماعه بقى يعني مش حلو. عايزه اقولك بتبقى ني في ني كده تحفه وخفيفه، وطعمها كمان بيبقى لذيذ جدا. وكمان سريعه. خلاص قطعنا الطماطم. شوف هنعمل ايه. معايا هنا توابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة. وكمان معايا سنة صغيرة من القرفة، صغيرة جدا لا تذكر. سنة صغيرة جدا من توابل الفراخ. عندك مكعبات مرقة بتخلي طعمها حلو جدا. ومعايا ورق لورا وحبهان، بس الورق لورا والحبهان انا هحطهم على شوية اللي انا طلعتهم بره على جنب، عشان مش عايزاهم يتفرموا مع الخلطة. يبقى انا هحط هنا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا. اي توابل عندك انت بتحبيها حطيها. هزود الكلام ده كده تقريبا نص لتر من المية، وهضربها تاني في الكب. ضربت كده كل المكونات مع بعض، وفي المرحلة دي انت بتدوقيها بتشوفيها اذا كانت محتاجة معاكي ملح او لا. هي مظبوطة معايا جدا. هجيبها كده على جنب، وهجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها وهقطع فيها البطاطس. التقطيعة بتاعتي هتبقى متوسطة، يعني تكون مايلة ان هي تبقى تخينة شوية زي كده، علشان احنا هنسوي معاها الفراخ في نفس الصينية. فعلشان البطاطس متهريش معايا ويبقى لسه الفراخ نية، فانا بقطعها مايلة للتخن شوية بالشكل ده كده. صلوا على رسول الله. ولو لسه اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة. خلاص كده خلصت كمية البطاطس بتاعتي. هجيب شوية من البصل، مش كله، تمام. البصل اهوت على جنب اللي احنا واخدينه. هجيب شوية منهم بس كده، وهدعك بيهم البطاطس دي كده، بحيث تبقى مبهرة كده بالبصل والثوم والفلفل والملح والفلفل الاسود، كده بالشكل ده كده. تمام. هنقوم دلوقتي نجيب الفراخ اللي احنا غسلينها ونقعينها في ملح وخل ودقيق وليمون. جبت كده الفراخ وهعمل فيها فتحات تحت الجلد كده، علشان لما احط الصلصة تشرب من التتبيلة، عشان احنا مش هنسيبها، يعني مش هنسيبها وقت كافي للتتبيل. وهجيب البصل اللي انا سبت منه شوية على جنب ده برضو، وهحط برضو تحت
الجلد وعند الفتحات اللي احنا فتحناها بالشكل ده كده اهو. هجيب بقى الصينيه بتاعتي ارتبها. شويه فلفل صغيرين جدا على البطاطس عشان يبقى كله مبهر معايا حلو جدا، لان حسيت الفلفل قليل. واحط شويه زيت برضو على البطاطس مباشر، خليها دايبه كده وحلوه. وهنزل بالفراخ بسم الله. لها شويه فلفل برضو. الليمونتين اللي كانوا معاها كده بحطهم ايه يعملوا ريحه حلوه. واقوم جايبه الصلصه بسم الله وهزها كده عشان تدخل للبطاطس تحت. اتاكد كده ان هي نزلت عند البطاطس. تمام كده. هقوم بقى منزله عليها كمان شويه زيت كده من على الوش. عندك سمنه بقى يا سلام برضو تبقى حلوه جدا جدا، بتخلي البطاطس دايبه كده. وبعد كده هغطيها بفويل او بغطا حله عادي، وهحطها على البوتاجاز لمده نص ساعه. وفي الوقت دوت انا هولع الفرن. اول ما احس ان هي يعني قربت تدخل في السوا كده هقوم مدخلاها على طول الفرن. غطيتها بالشكل ده كده بقى، وهنقلها على البوتاجاز واروح اعمل شويه رز بشعريه. لحد بقى كده ما البطاطس تستوي هنعمل اسرع شويه رز بالشعريه واحلى شويه رز بالشعريه. نحط شويه زيت كده حلوين بسم الله. سيبهم بس يسخنوا شويه ونجيب الشعريه بتاعتنا. اول ما سخنت كده انزل بالشعريه بسم الله. انا بحب الشعريه يا جماعه اللي بتبقى صفرة شويه دي وطويله شويه، بيبقى طعمها حلو جدا وشكلها بيبقى حلو كده. هسيبها بقى تاخد اللون الدهبي، بس عشان تاخد اللون الدهبي المظبوط ايديكي تبقى فيه على طول. نعم هو اتاخدت اللون المظبوط على طول هنزل بالرز المغسول. هنزل كمان بالملح، ولو عندك شوربه او مرق الدجاج تقدري تحطي مكان الميه، بس انا بحب اعمله بالميه. قلب بس شويه ندمج الملح مع الشعريه مع الرز كويس جدا. بعد كده انزل بالميه. كده نبقى في دقايق عملنا الرز بشعريه. بصي الميه بتبقى معاكي لحد بق المعلقه بالشكل ده كده، او ايد المعلقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بتديها ميل سنه بسيطه كده، تميليها حاجه بسيطه وتلاقي الميه لحد هنا خلاص تمام. هقفل عليه الغطا وهسيبه لحد ما يشرب ميته دي. اقوم موطيه عليه خالص. عايزه اقول لكم ان الفراخ والبطاطس بهدلت البوتاجاز، المفروض كنت احطها بحاجه اكبر بس مش مشكله. هغطي على ده بقى، واول ما يتشرب هوطي عليه. كده يا جماعه نبقى عملنا احلى صينيه فراخ بالبطاطس او بطاطس بالفراخ، واحلى شويه رز بالشعريه. عايزه اقول لكم الفراخ دايبه والبطاطس دايبه والريحه رهيبه والطعم روعه. شايفين؟ جربوا بقى الطريقه، قولوا لي رايكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وعشان تشجعوني ان انا استمر. السلام عليكم ورحمه الله.